المرة دي يا صديقي هننزل لعمق التاريخ المصري القديم، بس مش عشان نشوف موميا ولا دهب. احنا رايحين لواحد من أغرب الألغاز اللي حيرت الكهربائيين قبل الأثريين. هنروح لمعبد دندرة ونشوف مصباح دندرة المرعب. تخيل تدخل سرداب ضيق جدا تحت الأرض في المعبد، وتلاقي نقش على الحيطة لفتحة ضخمة شبه اللمبة بالظبط، وجواها تعبان طويل كأنه سلك كهرباء، ومن وراها عازل شبه عوازل الضغط العالي اللي بنشوفها النهاردة. الصدمة إن النقش ده عمره آلاف السنين، والعلماء التقليديين بيقولوا إن ده رمز ديني لولادة الإله من زهرة اللوتس. لكن مهندسين الكهرباء لما شافوا النقش ده قالوا كلمة واحدة: دي لمبة كروكس. وبدأوا يسألوا أسئلة تخوف: إزاي الفراعنة رسموا تفاصيل فنية دقيقة لجهاز كهربي لو هو مجرد رمز؟ والأغرب من كده، ليه مفيش سخام أو أثر لدخان هباب ناتج عن المشاعل على سقف المعبد من جوه؟ إزاي كانوا بينوروا الأماكن الضلمة دي وهم بينحتوا التفاصيل العبقرية دي؟ هل كان عندهم نور إحنا لسه بنحاول نفهم أصله؟ في نظرية مجنونة بتقول إن الفراعنة عرفوا الكهرباء الساكنة أو استخدموا بطاريات بغداد البدائية عشان ينوروا سراديبهم. والسر الكبير إن التعبان اللي جوه اللمبة في النقش واصل بحبل لصندوق شبه المولد الكهربي. هل فعلا أجدادنا كان عندهم تكنولوجيا مخفية ضاعت مع الزمن؟ ولا إحنا اللي بنحاول نشوف مستقبلنا في ماضيهم من كتر انبهارنا بيهم؟ لو وقفت قدام النقش ده، هتصدق عينك اللي بتقول دي لمبة، ولا هتصدق كتاب التاريخ اللي بيقول دي زهرة؟ اشترك دلوقتي عشان الحكاية الجاية فيها معجزة ملهاش حل. سلام.